هقول لكم بقى النهارده على طريقه للفراخ بس بجد تحفه. ومعاها بقى شويه مكرونه كده حلوين يجننوا. اولا عندنا كوبايه ميه او كوبايتين ميه، انا حطيت كوبايه تاني. ماشي. ومعانا ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ. اوكي. مرقه فوريه او مرقه دجاج عاديه. نخلطهم كويس مع بعض، وهنحط فيهم الفراخ بتاعتنا، هنبقى غسلينها كويس جدا وهنفتحها كده. يا ريت بقى لو عندك كمان اجنحه، بتبقى حلوه قوي 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 في الوصفه ديت، بتبقى جميله بجد. بس أنا ما كانش عندي، فجبت الوراك وقطعتها كده صغيره، حتى الدبابيس نفسها فتحتها كده خالص علشان تشرب من التتبيله كويس، وكمان لما اجي اسويها تستوي بسرعه جدا. اول حاجه عندي الطاسه بتاعتي، هحط فيها شويه زيت صغيرين، وهحط فيها الفراخ بتاعتي تتحمر. بعد ما تتنقع لمدة ساعتين، ننقعها لمدة ساعتين، وبعد كده اطلع الفراخ بتاعتي هحمرها. كل جزء هحمره على الوشين، اول لما هحطه على الجلد يتحمر كويس، وبعد كده اقلبه على الناحية التانية ياخد برضو التحميرة بتاعته. بعدين احط بقية الفراخ بتاعتي تتحمر، وهشيلها برضو واركنها على جنب. دلوقتي اكون بقى في الوقت ده بقطع عندي بصلتين، طماطميتين، وحدتين فلفل رومي، وفصين توم. تمام. اول حاجة الزيت اللي اتبقى عندي من تحمير الفراخ هحط فيه البصل بتاعي متقطع صغنن كده، مكعبات صغننه، اشوحه تشويحه بسيطه، وعليه الثوم، وبعد كده اروح حاطه الطماطم والفلفل الالوان. تمام. واحط بقى نص كوبايه باربيكيو، صوص باربيكيو، ونص كوبايه كاتشب، ومعلقه عسل. واحط برضو ملح وفلفل وشويه بهارات كده صغيرين. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، وهقلبهم كويس واخدهم اسيبهم ياخدوا غلوه كده، وارجع فيهم الفراخ بتاعتي تاني، ونص كوبايه ميه بقى كده مغليه عليهم. وهقفل بقى الطاسه بتاعتي، هقفل عليها كويس، واسيب بقى لما الفراخ يستوي. الفراخ بقى مش عايزه اقول لكم هتطلع طعمها رائع رائع. في الوقت ده انا كنت بسلق مكرونه سباكيتي عندي. دول شويه بقدونس كده على الوش برضو بيديهم ريحه حلوه قوي ونكهه جميله. هعمل بقى احط المكرونه الاسباجيتي، واحط الصوص ده على المكرونه. مش هعمل لها صلصه ولا اي حاجه، هحط الصوص ده على المكرونه وهقدم معاها الفراخ. جميله قوي وبتعجب الولاد الصغيرين كلهم، وبتبقى تحفه. جربوها وقولوا لي رايكم ايه.